خربوش في اطار الاستعداد لعقد الدوره الاستثنائيه لشهر دجنبير 2023 للمجلس الاقليمي للاسقاط، انعقد بمقر الاقليم بتاريخ 7 دجنبير 2023 على الساعه الثالثه بعد الزواج اجتماع لجنه التنميه القرويه والحضريه وانعاش الاستثمار والماء والطاقه والبيئه المنبثق عن المجلس الاقليمي للاسقاط تحت رئاسه السيد هشام طالبي رئيس اللجنه، وبحضور السيد رئيس المجلس الاقليمي والساده الاعضاء اتي اسمائهم: ملكه بدوي وعبد به يوسف جليل. كما حضر بصفه استشاريه كل من الساده زبيده الوراق مديريه شؤون الرئاسه والمجلس، امينه الزين الادريسي عن مديريه شؤون الرئاسه والمجلس. بعد التاكد من توفر نصاب قانوني افتتح الجلسه السيد هشام طالبي رئيس اللجنه مرحبا بالساده الحاضرين عن تلبيتهم الدعوه لحضور اشغال هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار الاستعدادات لعقد الدوره الاستثنائيه لشهر دجنبير 2023. ثم انتقلت اللجنه الى دراسه نقطه فريده وهي المصادقه على اتفاقيه شراكه بين مجلس جهه دار البيضاء السطات والمجلس الاقليمي للسطات من اجل الربط وتوسيع الشبكه المائيه ببعض الجماعات الترابيه التابعه لاقليم السطات. أشار السيد رئيس اللجنة إلى أن مشروع هذه الاتفاقية يهدف إلى تمكين ساكنة الدواوير التابعة للجماعات الترابية المتواجدة في الإقليم من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب وتوسيعها، وذلك بإنجاز الدراسات والأشغال الرامية إلى توسيع الشبكة المائية للدواوير التابعة للجماعات الترابية المائية، الربط الفردي للدواوير ببعض الجماعات، إنجاز أطباق استغلالية وخزانات مائية مجهزة. كما أشار إلى أن المجلس الإقليمي للسطات يعتبر صاحب المشروع، وفي هذا الصدد يقوم بمهام الأمر والصرف وإعداد صفقات دراسات والأشغال وتنفيذها. وقبل فتح باب المناقشة تم توزيع نسخ من اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة دار البيضاء السطات والمجلس الإقليمي للسطات من أجل الربط وتوسيع الشبكة المائية ببعض الجماعات التابعة لإقليم السطات من أجل الاطلاع. طالب كذلك السيد رئيس اللجنة بضرورة تعميم استفادة جميع الجماعات الترابية بالإقليم من مشاريع هذه الاتفاقية، وخاصة تلك التي تعاني من خصاص في مجال التزود بالماء الصالح للشرب. وبعد المناقشة وتبادل الآراء بين السادة الأعضاء وافقت اللجنة على هذه الاتفاقية. وشكرا.